istiyor. Yetmez mi? Yetmez. Sokaktan kedi almıyorsunuz. أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة رجعنا لكم بفكرة مسلسلات جديدة وقائمة ممتعة وشيقة. قائمتنا هيكون فيها النهاردة أفضل 5 مسلسلات تركية جديدة عن فتاة قوية لعام 2023. كل فترة بحاول أجيب لكم مسلسلات وأفلام جديدة شيقة تتابعوها وأرتبها لكم من الجيد جدا إلى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمة جدا ممتع. المسلسل الأول في قائمتنا مسلسل فتاة الوادي الأخضر. Bakın. Masal diyarı gibi. Yeşilin her tonu var resmen. Çok güzel kokuyor. Ev gibi. تدور أحداث المسلسل حول فتاة يتيمة تنتقل للعيش من مكان لمكان، وتحاول جاهدة أن تتمسك بالعيش في أحد البيوت، والتي تجبر على طرد من هذا البيت في الشارع ليظهر أمامها أسرة مكونة من زوج وزوجة ويسمح لها بأن تقيم معهم. وتحاول تلك الفتاة التأقلم من تلك العائلة خشية منها أن يتركوها مرة أخرى بالشارع، فهل ستنجح بالمكوس مع تلك العائلة؟ وما الذي سيحدث لتلك الفتاة الصغيرة؟ Metin İnanın bana. Elimden her iş gelir benim. Odun kırarım, süt sağarım, bulaşık yıkarım, çamaşır yıkarım. Her şeyi yapabilirim. Hatta birkaç tane yemek bile. Lütfen bırakın da burada kalayım ne olur. Nereye gidiyorsun? Dur küçük kelebek. Öyle deli gibi koşarsan düşersin tabii. Kanıyor elim. Kasabada ne kadar çok centilmen var ya. المسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل من يسقط بنفسه لا يبكي. Diyor musunuz? Dede daha evet demedi. Bir otur belki hayır der. Allah korusun canım. Bana bak. Niye gelmiş senin şu tamirci? Bu sefer kankası falan da gelmiş. Yenge ne haber? Yengeme. تدور قصة المسلسل حول 2 من الشباب. الأولى فتاة تعيش كأميرة مدللة في قصرها الكبير تدعى إليزا، والثاني شاب قادح يعمل ميكانيكي سيارات يدعى سركان، شاب قاسي لكنه وسيم جدا ولا يعرف حدود الأدب ويعيش الحياة كما هي. İşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. İşe ben bırakacağım, işten de ben alacağım. Nokta. Gelinle gezmeye mi çıktın? Saçmalama. المسلسل الثالث في قائمتنا مسلسل اسمي فرح. مشتاقها یه صبوره پشت داشتا یه تالایی. يحكي المسلسل قصة البطلة فرح، وهي طبيبة شابة تهرب من بلدها، وفي طريق هربها توقف في مدينة اسطنبول، وهناك تكتشف أنها حامل مما يضطرها إلى البقاء في اسطنبول. بدأت تعيش هناك كمهاجرة غير شرعية والعمل فيها كعاملة نظافة، ولكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها، وتدور أحداث المسلسل. Adın nasıl? Adım Farah. Eğer başkasına anlatacak olursan... Babamın hastalığını neden bu halde? Doğuştan bağışıklık sistemi çalışmıyor. Abi ne istiyormuş senden? Rahmetli olmam. Bana ne وقبل ما نكمل باقي المسلسلات فياريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل زوجة الأب. تدور أحداث المسلسل حول فاروق الذي تخرج من قسم إدارة الأعمال بجامعة اسطنبول، وكانت زوجته وأطفاله يملؤون جزءا كبيرا من حياته، وقد أثبت نفسه في عالم الأعمال من خلال نقل مصنع السيراميك الذي ورثه عن والده إلى الخارج،
وعندما يحب فاروق يحب بجنون، فهو شجع حبيبته لتلقي علاج مرض السرطان بالرغم من قول الأطباء بأن لديها القليل من الوقت، وتمكنت العيش لمدة عامين آخرين بفضل تشجيعه، ولكن كان عليه أن يتقبل ذلك المصير المحتوم. Artık bana Serap ablam masal anlatacak. Çünkü annem gitti. والمسلسل الخامس في قائمتنا مسلسل لا أعطيك للغريب. Hadi bakalım. Bugün yeni hayatının ilk günü. Eski hayatımın son günü mü yani? Bir gün rüyalar da gerçek olur be Aslı. Anne sen düğünündesin ama ben cenazemde gibiyim. تدور أحداث المسلسل حول زليش، الفتاة الريفية التي تعمل في زراعة الفراولة لصناعة المربى وبيعها في الأسواق. الفتاة محبوبة من الجميع في قريتها، وفي أحد الأيام أثناء توريدها لآخر إنتاجها تتصادم مع شاب مدلل ورث حديثا سلسلة الفنادق الشهيرة عن جده. وأثناء ما كان محمد يمارس رياضة القفز بالمظلات يسقط خطأ على مربى زليخ التي تذعر عندما تجد نفسها في ورطة، لأن أموال التوريد كانت ستذهب لصاحب المزرعة الذي يمهلها أسبوعا لسداد ما عليها قبل الطرد. وبينما يرفض محمد أن يدفع لها الأموال لادعائه الفقر وأنه لا يملك حق التعويض، تبدأ بينهما قصة حب. Bu kasırgası gibi yaktı geçirdi ortalığı. Elbet onu da yerle bir eden olur. Ha, buraya yazayım. Her şey hazır. Sözleşme de tamam. İmzayı da atacağız. Sonra satmaya başlayacağız inşallah. Adam gibi. Adam. والمسلسل السادس والأخير في قائمتنا مسلسل رسالة وداع. Ne bu? Kimse bu evden bir adım bile öteye gitmiyor. Özellikle de Aslı. İnsanları böyle bu şekilde üzmeye hakkım yok benim. يروي المسلسل قصة أنو وضياء اللذان يرتبطان ببعض قصة حب، لكن يقرران الانفصال من خلال كتابة رسالة. وبعد مرور عدة سنوات يلتقي الثنائي حيث يقع محمد ابن ضياء في حب أسلي ابنة أنور، إلا أن هذه العلاقة لا يرحب بها بين العائلتين بسبب الماضي الذي جمعهما وقصة الحب الفاشلة التي انتهت بالفراق. ويواجه الحبيبان محمد وأسلي العديد من المشاكل بسبب رفض والديهما، فتغادر أسلي للعمل في فرنسا بإحدى المدارس الراقية هربا من حبها مع صعوبة إقناع والدتها لتزوج محمد من هتيس التي لم يحبها يوما. وبكده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معاكم احمد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.